السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ده اخر فيديو من فيديوهات سلسلتنا. الحمد لله اخيرا خلصناها. الفيديو ده مش عارف ممكن يكون مهم ممكن ما يكونش مهم، بس هتكلم فيه عن حاجات كتير بشكل عام بخصوص الكورس وبخصوص تجربتي مع الموضوع بشكل عام لحد دلوقتي. ممكن تستفيد منها بشكل او باخر. اول حاجه، ليه عملت الكورس ده؟ زي ما اغلبكم عارفين الكورس ده بدا ان هو بدا بيه ورك شوب. اتكلمت عن ان انا هعمل ورك شوب عن الشغل على النت، ازاي ايه المجالات الشغل على النت وازاي تختار منها، وغيره من المواضيع اللي اتكلمنا عنها باستفاضه وبتفاصيل التفاصيل في الكورس ده لحد دلوقتي. ولكن يومها، يوم ما عملنا الورك شوب دي، الورك شوب الماكسيمم بتاعها في المكالمه كان 500 ودخل اكتر منهم تقريبا لو انا مش ناسي. وبجانب ان الوقت ما كانش يعني، كان في ليميت للوقت، يعني مثلا اتكلمنا ساعتين ثلاثه تقريبا وقتها. بس ما غطيناش كل المواضيع، بالتالي كان لازم، يعني ما بحبش ان انا اقدم حاجه ناقصه. فكان لازم ان الواحد يقدم المعلومات الكامله او شبه الكامله او اغلب اللي يعرفه عن كل موضوع من المواضيع دي. وبالتالي بعد ما كنت مخطط ان الورك شوب نفسها تكون مثلا في رينج ساعه ساعتين ايا يكن، دلوقتي الحمد لله الكورس وصل تقريبا 13 ساعة من المحتوى. المحتوى اللي يعني على اليوتيوب وكده. وليه من الأسباب برضو إن الموضوع كان نوع من نذر بيني وبين ربنا، مش نذر اللي هو بطريقة يا رب اعمل لي كذا او يا رب كذا يتحقق عشان اعمل كذا خالص، ولكن في وقت معين كده قلت يا رب ان شاء الله ان شاء الله بعمل كذا. فعملت الفيديوهات دي وكملت فيها لحد دلوقتي. المهم، سبب تالت ان انا لما رفعت التسجيل بتاع الورك شوب اللي اتكلمت عنها من شويه دي على يوتيوب وبعت اللينك للناس بشكل عام، لقيت الورك شوب مدتها كانت ساعه او مده تسجيل، لان قصرت كتير وشلت منه كتير خليتها ساعه واحده بس. لقيت بعد كام يوم كده، لقيت ان هي عملت مش فاكر والله كام ساعه، 30 ساعه مشاهده. فقلت يعني غالبا المحتوى ده ليه طلب او عليه طلب. وبالفعل لحد دلوقتي يعني الفيديوهات اي نعم مش جايبه مشاهدات، واكيد هتكلم عنها دي كمان شويه. المهم يعني انه على الرغم من كل حاجه الفيديوهات لحد دلوقتي عملت 350 ساعه مشاهده، 349 بالتحديد يعني، بس 350 ساعه مشاهده. سر من اسرار استمراري في الموضوع يعني، عشان بلاحظ ناس كتير الحمد لله بتشكرني في الموضوع ده او بتعلق عليه بشكل عام، الا وهو والله يا ايه، يعني انا مش بحاول ادعي شيء انا لست عليه ومش فيا بشكل عام. ولكن يعني في ايه كده كانت في بالي طول الوقت، اللي هي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انا عارف ان هي مش بتتقال في السياق ده، بس هي كانت في بالي طول الوقت، اللي هو انا قلت وعد بيني وبين ربنا ان انا هعمل كذا، يعني او مش هقول نذر من تاني بس عشان ما تفهمش غلط، بس يعني قلت وعد ان انا هعمل كذا. فانا قلت حاجه بيني وبين ربنا، ما قلتش الكلام ده لاي حد اصلا، كانت بالنسبه للناس هو مجرد ورك شوب وخلاص، واتعملت وحتى الريكورد بتاعها رفعته على يوتيوب بقى مع اغلب الناس اللي حضروا الورك شوب وانتهى الموضوع. ولكن بيني وبين نفسي انا بعمل حاجه، والله مش بقول حاجه، مش بحاول بس اهول من الموضوع والله ولا حاجه، بس زي ما قلت كده بيني وبين ربنا هعمل كذا. فبقدم الحاجه دي لربنا، يعني مش ما ينفعش أنا اقدمها ناقصه، ما ينفعش اقدمها وما فيهاش، على الاقل ما فيهاش اغلب اللي انا عارفه. ما كانش ينفع ان انا اعمل فيديوهات مثلا اللي هي الصغيره جدا، اللي هي اوهم الناس فيها انه بديهم المعلومه اللي هم يعني اللي هم محتاجينها، بس انا مش بعمل كده. وفي نفس الوقت انا مش بقدم او مش بقول اغلب اللي انا عارفه، على الاقل مش لو مش كله فعلى الاقل يبقى اغلبه تمام. نقطة كمان ألا وهي ليه الفيديوهات ما بتجيبش مشاهدة؟ لأسباب كتيرة جدا. أول سبب، يعني أول سبب والأساسي بشكل عام، الفيديوهات دي فيديوهات تعليمية ماشي، سواء الفيديوهات بتاعتي فيديوهات بتاعت حد تاني، بلاي ليست هنا بلاي ليست هناك. هتلاحظ أقول لك على حاجة، بص على الفيديوهات بشكل، على أكتر بلاي ليست محققة مشاهدات على اليوتيوب بشكل عام أو في مجال معين، وهتلاحظ فيها اللي أقول لك عليه. تلاحظ إن أول فيديو عادة ما بيكون هو اللي عليه المشاهدات الكتيرة جدا، ممكن تلاقي فيديو جاب 5 10 مليون، بس الفيديو اللي تحته أو رقم اتنين يعني تلاقيه قل كتير جدا، قل اكتر من النص، من نص المشاهدات. ليه؟ علشان الناس بتبقى متحمسه، بتبقى متحفزه في الاول، بس اللي بيستمروا قليلين. تلاقي الفيديو الاول مثلا جاب مليون مشاهده، بس الفيديو رقم 10 اللي هو مثلا الاخير، ولا فيديو رقم 10 في السلسله بتاعه الفيديوهات او ايا يكن، تلاقي عادي بعد ما كانت جاب مليون ممكن 50,000 بالعافيه. ماشي، 50,000 مش 50,000 شخص شافوا، ولكن 50,000 عمليه مشاهده. يعني القصد ان انت مثلا ممكن يبقى فيه 100 بدأوا الموضوع، ولكن اللي بيكمل 2 3. فانا كان يعني اللي بتكلم بيه الصراحه، والله انا عارف ان من كل 10 غالبا واحد بس ولا اتنين. دي من ناحيه، من ناحيه تانيه ليه ما فيش مشاهدات على الفيديوهات؟ ان الفيديوهات دي انا المصدر الاساسي بتاع الترافيك او بتاع الناس اللي ببعتهم مثلا في مكان معين هو الفيسبوك عندي.
ماشي. والفيسبوك عندي متعاقب، فيسبوك حاطط عليه ريستريكشنز او قيود علشان كتبت بوستات عن غزه، اخواتنا في غزه ربنا ينصرهم ويقويهم ويعني يقر اعينهم قبل اعيننا احنا بالنصر ان شاء الله، عاجل قبل اجل يعني. بس انا كنت بكتب بوستات عن الموضوع، عن الحرب هناك يعني. ففيسبوك حط قيود، كل شويه يبعت لي نوتيفيكيشن من بره كده بيقول انه ان هو يعني ازلنا او وي've removed the restrictions from your account او حاجه كده. بدخل جوه تلاقي انه we haven't removed anything او حاجه كده، اللي هو احنا بيقول لك من بره احنا شلنا القيود خلاص تفرح تدخل جوه، لا القيود لسه على الاكونت. والاهم ما بكتب بوست مش هو بقى ما بيوصلش للمتابعين، ولكن هو اصلا ما بيوصلش للنسبه اصلا من الفريندز اللي عندي. فبالتالي مفيش البوستات مش بتوصل لناس كتيره. فبالتالي حتى لو قلت مثلا يا ليل يا عين في الاكونت ليل نهار مش بيوصل لحد، البوستات مش بتوصل لحد للاسف يعني. دي نقطه ثانيه. نقطه ثالثه ان الفيديوهات دي مش اوبتمايزد لليوتيوب. يعني ايه مش اوبتمايزد لليوتيوب؟ مش محسنه لليوتيوب. بمعنى يوتيوب مثلا الفيديوهات عشان تعمل، خلينا نقول مثلا لو انت عملت فيديو واحد مدته مثلا 20 40 ساعه، 20 دقيقه 40 دقيقه او ساعه حتى، وحطيته على يوتيوب، عدد الناس اللي هتشوفه قليله عن عدد الناس اللي هتشوف نفس الفيديو لو قسمته لمثلا 3 4 فيديوهات، وكل فيديو 3 4 5 دقائق بقى، ومونتاج واديتس وافكتات والحاجات دي كلها. الفيديوهات بتاعتي مش كده، مش اوبتمايز للموضوع ده بربع جنيه خالص 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 يعني، بالعكس والله. مش عايز اقولها بالشكل ده، بس الموضوع اصلا معمول بشكل عفوي جدا، وبشكل اللي هو ايه، زي ما قلت في البوست قبل كده فعن اول فيديو عملته على يوتيوب، اللي هو اول فيديو نشرته على اليوتيوب بشكل عام. ان الموضوع انا عامله كده، انا عارف انه مش احسن صوره، مش احسن فيديو مثلا بيتسجل، مش احسن صوت. حتى ارجع للصوت، قبل كده كان ضايع خالص، كنت بتسجل من الموبايل بس. دلوقتي عندي مايك كده، مايك البسيط ده حرفيا يعني هو ده اللي انا بسجل بيه. المهم يعني فالموضوع كان يعني عفوي جدا. كانت اول تجربه، ما اعرفش اي حاجه، مش ما اعرفش اي حاجه، بس اللي هو ايه يعني اول تجربه، مش عارف اللي كده. انا المعلومات البسيطه جدا اللي عندي والله، حتى ولا دخلت على اليوتيوب مثلا اكتب، عكس ما بنصحك انا عارف يعني، بس ما دخلتش مثلا على اليوتيوب اكتب تصوير مثلا بموبايل كذا، او ازاي تطلع احسن او تسجل احسن فيديو، او ازاي تعمل، بالعكس خالص والله. بجانب حتى اغلب الفيديوهات اللي كنت بسجلها بالموبايل، اللي هي الفيديوهات الاخيره دي، الفيديوهات جودتها حلوه، بس لما بحطها على البرنامج اللي هو كنت بستخدم بريمير، وبعدين بريمير برو، بعدين بقيت استخدم كاب كات لان الموضوع بسيط خالص. ومش بعمل حاجات كتير، مش بعمل اديتس كتيره. مؤخرا حتى بقيت اعمل بس شويه يعني كلام كوريكشن بسيطه خالص كده، تصحيح في الالوان بسيط خالص كده، عكس من تاني، عكس اليوتيوبرز يعني اللي هم بيعملوا حاجات كتير ما علينا. فالمهم بقول انه حتى الفيديوهات اللي كنت بسجلها، اللي هي الفيديو زي الفيديو ده كده، كان بيبقى جودته عاليه جدا، ولما بعمل له اكسبورت من الكاب كات كان بيبقى جودته ضايعه خالص. بشوف الفيديو ازاي، فاللي هو عادي مش مشكله، ارفع الفيديو وخلاص. انا كنت مهتم ارفع الفيديو وخلاص. عامله زي الترند الاخير المشهور بتاع اللاعب التركي اللي هو كان بينشن كده، وهو واقف بترنج عادي ولا لبس عادي وخلاص، حاطط ايده في جيبه. حرفيا انا كنت يعني ده اللي انا بعمله من كام شهر فاتوا لغايه دلوقتي، هو ده حرفيا التجسيد الحقيقي اللي انا هو ايه. اعمل الحاجه وخلاص، اعمل الحاجه اللي فيها قيمه وخلاص، مش لازم اجمد فيديو ولا اجمد صوت ولا مش عارف اجمد اديت او مونتاج يعني، ولا اجمد اي حاجه، عادي اعمل فيديو وخلاص، المهتم يشوفه وانتهى الموضوع. حلو لحد كده. الفيديوهات دي قلت لك حاجه بقى، نقطه غيرهم. الفيديوهات دي قلت لك فيها نصايح على نصايح كتيره قوي. قلت لك على يمكن مئات النصائح لغايه دلوقتي، عشرات او يمكن مئات النصائح لغايه دلوقتي لو جمعتهم اللي في الفيديوهات 13 ساعه من المحتوى، ايه يعني طبيعي ان انا اكون قلت فيها مئات كمان النصائح. المهم يعني قلت لك نصائح كتير قوي. اهم نصيحه فيهم قلتها او كررتها كتير في الفيديوهات اللي هي بتاعت الفيديو اللي هو بتاع لو عندك ابن واخ عنده 18 ل 25 سنه، او لو انت عندك كذا كذا. الفيديوهين دول وفيديو بعده تقريبا قلت فيهم النصيحه دي بشكل كتير قوي، او اكدت عليها، بس هاكد عليها المره الاخيره. ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا ما خلقنيش انا ولا خلقك ولا خلق مليارات الناس اللي قبل مننا وماتوا، ومليارات الناس التانية اللي هتيجي بعد مننا وبرضه هيموتوا، ولا خلق اغنى واحد في الكوكب في من 100 سنه فاتوا، ولا اغنى واحد دلوقتي، ولا اغنى واحد بعد 100 سنه كمان. ولا اشهر واحد، ولا اجمل واحده، ولا اكتر واحد يعني عنده علاقات ومعارف، ولا اكتر واحد وسيم، ولا اكتر واحده جميله، ولا اكتر حد فاهم في اللي بيتكلم فيه عن وات ايفر الموضوع او معروف فيه او ايا يكن.
ربنا ما خلقناش كلنا كده مع بعض باللي قبلنا واللي بعدنا والجن والانس والطيور والبحار والمحيطات والانهار وكل حاجه. ربنا ما خلقش كل الحاجات دي غير علشان حاجه واحده. ولكن طبعا الخطاب ده موجه، اللي هو الايه اللي هي بتقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا ما خلقش كل الحاجات دي غير عشان نعبد ربنا بس. فبالتالي مش عايزك تفهم كلامي ولا في اي نصيحه ولا اي حاجه من اللي قلتها لك في الفيديوهات دي بشكل عام لغايه دلوقتي، مش عايزك تفهمها ان انا بقول لك او بحاول ان انا اخلي الدنيا والشغل والحياه والحاجات دي كلها هي اللي في قلبك رقم واحد. بالعكس، حتى لو انت فهمت كلامي من كده، بتبرأ منك قدام ربنا والله، لان مش ده قصدي عامه. حتى لو انا اقنعتك ووصلت لك حاجه وانت فهمتها بشكل عام بجانب مؤثرات تانية من بره، زي حاجات اللي هي مش عارف لو وصلت مش عارف سن معين، ومش عارف ما عندكش مبلغ معين، او مش عارف مش عايش عيشه معينه، انا بعيد عن الكلام ده. وانا باكد من تاني وقت انا بريء من الموضوع ده. لو انت فهمته بشكل انا بتبرأ منه. وانا بقول لك الدنيا دي فانيه. حياتنا مهما زي ما قلت قبل كده، حياتنا مهما طالت فهي قصيره. مهما انت اكتنزت من الفلوس وعملت جبت عربيات واشتريت بيوت وعملت وسويت، في الاخر هتمشي مش هتسيب كل هتمشي وهتسيب كل ده. غيرك او قبلك كان في قارون، اللي هو كان اغنى واحد في وقته، او من اغنى الناس في وقته تقريبا. كان في وقت فرعون، فكان يمكن فرعون اغنى منه بس ما علينا. المهم يعني، فكان قارون من اغنى الناس. زي مثلا حد زي ايلون ماسك دلوقتي. فين قارون دلوقتي؟ مات. فين املاكه واطيانه؟ محدش عارف عنها حاجه. ايلون ماسك دلوقتي هو من اغنى الناس، مش بحقد على الراجل ولا حاجه يعني، بس ايلون ماسك من اغنى الناس. كمان 20 50 100 200 سنه، ده لو هو مثلا عارف يعيش لل 200 سنه هيموت برضه. فاذا بالتالي قياسا عليا وعليك وعلى الافات ومئات وملايين ومليارات حتى من الناس غيرنا، كلنا هنموت وهنمشي ومش هناخد منها حاجه. لا اغنى واحد، ولا اكتر واحد عنده املاك واطيان، ولا اكتر حد مشهور، ولا اكتر واحده جميله، كله هيموت. احنا جايين الدنيا عشان نعبد ربنا بس. فخلي دي الوجهه الاساسيه في حياتك. اشتغل واعمل وسع وكل حاجه، ما تتواكلش. مش اللي هو بمعنى كلام ان انت تنام بقى وخلاص، لا خالص. اعمل اللي عليك واشتغل طبعا وطور نفسك وكسر الدنيا. بس رقم واحد هو العباده، وهو عباده ربنا. لان احنا مش جايين عشان نبقى اجمد ناس ولا اشهر ناس ولا اقوى ناس ولا اغنى ناس. جايين عشان نعبد ربنا بس. الدنيا دي مرحله، حاجه احنا جينا فيها علشان اللي بعد منها اللي هي الاطول والاكبر والادوم. حلو لحد كده. حاجه كمان هقول لك عن شويه حاجات انا يعني استفدتها من التجربه دي. الا وهي ان الناس عندهم رغبه للتعلم، عندهم رغبه لان هم يطوروا من نفسهم وكل حاجه من الحاجات دي كلها. بس اللي بيلتزموا زي ما انا بقول دايما، لو في 10 فاللي هيلتزم منهم غالبا من 1 ل2 بس. للأسف حتى ولو كانوا ال10 كلهم في ظروف صعبة جدا، مفيش برضو غير غالبا من 1 ل3. هكون كريم شوية وهقول ان هو من شخص ل3 أشخاص هم اللي هيلتزموا، هم اللي هيغيروا حياتهم، هم اللي هيعملوا، هم اللي هيسووا. لذلك وبالتالي هقول لك نصيحة واحدة مهمة جدا جدا جدا، والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم للمرة الرابعة، ومع اني ما بحبش احلف كتير، مع اني بتكلم الصدق في المطلق ما بكذبش، ما بحبش احلف. الايه بتقول ولا تطع كل حلاف مهين. بس والله للمره الخامسه ان الحاجه الوحيده اللي خلتني انا شخصيا بتكلم او اتكلمت معاك دلوقتي واديتك كورس كامل عن الشغل على النت وخلافه، الا وهي ان انا زمان لما قريت عن او عرفت عن موضوع الشغل على النت بشكل عام، حرفيا انعزلت عن كل حاجه، سبت كل اللي في ايدي، انقطعت من كل حاجه. كنت وقتها في الجيش بالمناسبه يعني، في اول 2017. وقتها انعزلت عن كل حاجه. كنت بعمل محتوى على بيج مع صديقي يعني الدكتور محمد ياسر. ما اعتذرتش منه كفايه، فبعتذر منك دلوقتي يا محمد كمان مره، ولا مش عارف المره الكام دلوقتي. المهم يعني انسحبت من كل حاجه، اعتزلت كل حاجه، حرفيا قفلت على نفسي. فكره المانك مود من قبل ما اعرف عنها اصلا ولا اسمع عنها، وبس انقطعت الموضوع ده. كنت وقتها يعني معايا موبايل كده سمارت فون 5 بوصه انفينكس هوت 2 الحقير وقتها، بقول عليه حقير لو حد معاه موبايل ربنا يبارك له فيه كل حاجه. المهم بقيت اقرا بوستات، بقيت اقرا مقالات، انزل كتب واقراها. بص بقيت اعمل كل حاجه، كل اللي ممكن اعمله عشان اعرف عن المجال ده، لان كنت واو. وفي فعلا الناس ممكن انها تشتغل على النت وتجيب فلوس ويبقى ده يعني مسار ليهم في الشغل وكده. ما كنتش عارف فكره او كلمه الكارير وخلافه. المهم يعني، فالحاجه الوحيده اللي خلتني انا اتحول من الشخص اللي هو يعني ما كانش عارف حاجه عن الموضوع، ودلوقتي اداك كورس كامل شامل وممكن اتكلم معاك 13 ساعه، ممكن احط لك عليهم اقفلهم لل20 او اكمل كمان 13 ساعه عليهم من المواضيع المتداخله والمواضيع اللي هي كلها عشان تديك صوره شامله عن كل حاجه. كنت ممكن اعمل ده، بس اللي حولني بقى من شخص مش عارف حاجه لشخص
عمل كل اللي عمله لغايه دلوقتي بتوفيق ربنا، مش شطاره مني ولا حاجه يعني، هو ان انا اخدت اكشن، اتحركت، عرفت، دورت والتزمت بالحاجه وقفلت على نفسي فتره كبيره وفتره كافيه لغايه ما عرفت اللي انا عايزه. فمن تاني انت تحت ايدك دلوقتي الفيديوهات بتاعتي وفيديوهات تانيه عامه بشكل عام، تحت ايدك اللي انت محتاجه. خد بدايه الخيط، اديتك بدايه الخيط، مش بس بدايته، لا ده انا اديتك بدايته انا شخصيا يعني في الفيديوهات دي، مش انا، توفيق ربنا. بدايه الخيط واديتك، قلت لك والله لو مشيت هنا هتعمل كذا، ولو مشيت هنا هتعمل كذا، وقلت لك بص في ناس سبق قبلك عملت كذا، يعني مش بس اديتك بدايه الخيط. فانت دلوقتي مالكش حجه حرفيا، مالكش حجه حرفيا والله العظيم، مالكش حجه. الفيديوهات بتاعتي انا شامله كل حاجه تقريبا ممكن تحتاجها، او اغلب الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها، بجانب النصيحه بقى المهمه، ما توقفش نفسك على الفيديوهات دي بس. انا مهما قلت لك ومهما عدت زي ما قلت كده، مهما قلت وعدت وزدت، برضه ببقى ليميتد يعني. ما بحبش ان انا مثلا اوصل الفيديو اكتر من ساعه، فاهم؟ فيديوهات زي ما قلت كنت ممكن اتكلم فيها اكتر من كده بس كفايه يعني، فاهم؟ يعني فاهم، مش هعمل ساعه وفي الاخر ما حدش يشوفها يعني. المهم، فالقصد في فيديوهات تانية ناس بتتكلم فيها بوجهات نظر تانية، بتتكلموا من تجارب غير تجاربي، بالتالي هتاخد وجهات نظر، هتاخد معلومات مختلفة، هتاخد حاجات غير اللي انا قلت لك عليها. فما توقفش نفسك عند المحتوى بتاعي انا، بس في نفس الوقت ما تبقاش بتوقع نفسك في الكونسبت او المصطلح المعروف اللي هو بتاع اللي بيسموه التوتوريال هيل، اللي هو الشخص اللي هو بيغرق نفسه في الشروحات وفي الكورسات وفي الكتب وخلاص وما بياخدش اكشن. لا، اتحرك وخد خطوه. هرجع بس نقطه اخيره معلش افتكرتها، والحمد لله ان انا ما افتكرتهاش غير في الاخر، عشان كده ما حدش هيشوف الفيديو ده الاخر، عدد كبير مش هيشوفه الاخر يعني. المهم، من اسباب ان الفيديو ده ما فيهوش مشاهدات كتيره ان الفيديو ده ان المحتوى ده مجاني. مش عايزك تفهم الموضوع بشكل وحش او بشكل مش عارف ايه، انا مش بعايرك والله ولا حاجه، بس الفيديوهات دي والله على حسب حتى ما انت شفتني بتكلم، اظن يعني لو انت اتفرجت على الفيديو اللي هو بتكلم فيه عن ازاي تعمل فلوس كتيره بعيدا عن شغلك، تقريبا رقم 28 او رقم 27 مش فاكر. المهم، فالفيديوهات يعني اظن لو انت شفت الفيديو ده هتبقى فاهم ان انا الحمد لله بنسبه كبيره جدا جدا اقدر احول المحتوى ده او اي محتوى تاني لمحتوى اجيب منه فلوس، تمام؟ فالمحتوى ده من الاسباب انه ما بيجيبش مشاهدات ان المحتوى ده مجاني، ما هواش مدفوع. انا كنت ممكن اقدر مثلا اقول اعمل الكورس ده ككورس بقى مدفوع، واقول لك مثلا والله الكورس ده مثلا مش عارف ب 50 دولار، ولكن الاول 100 مشترك هيبقوا مثلا ب 23 دولار ولا ب 20 دولار ولا مش عارف 10 ولا ب 25 ولا بايا يكن، والناس والله العظيم الناس هتتهافت عليه. انا عارف ده علشان انا بعمل حاجات زي كده او بساعد ناس في حاجات زي كده. المهم، فانا عارف الناس هتتهافت عليه، ماشي، وهعرف هقدر ان انا احقق منه فلوس كتيره كمان. هعرف ان انا اجيب له ترافيك بعيدا عن الاكونت بتاعي اللي لسه بتكلم عنه من شويه، هعرف ان انا اجيب له ترافيك. فما عملتش كده زي ما قلت، الموضوع يعني صداقه للعلم من ناحيه، من ناحيه تانيه عشان يعني حاجه وعد قطعته بيني وبين ربنا يعني. فانا في المطلق او في المجمل مش بخلف وعدي مع حد، فما بالك ما يكون مع ربنا. هنروح من ربنا فين يعني، فاهم؟ فدي نقطة ثانية. نقطة ثالثة ان انا سايب الموضوع كإرث يعني، اللي ان شاء الله ان شاء الله لما الواحد بقى يتجوز ويخلف اولاده ان شاء الله المستقبليين. وبجانب كمان حاجة أخيرة، إنه ناس كتير جدا زي ما قلت في أول فيديوهات خالص، إنه ناس كتير بتدخل كل شوية تكلمني مثلا عن عايز أشتغل مش عايز أشتغل، بتكلم مع الواحد من دول بالساعة وبأكتر من ساعة وخلافه، وفي الآخر ما بيلتزمش وما بيعملش حاجة. فحبيت بس إن يبقى عندي لينك كده معين، خد اللينك ده عيش كل المواضيع اللي أنت ممكن تسأل عنها ومش هتسأل عنها موضوع موجودة هنا، فاتفرج عليها. وبالنسبة برضو حاجة أخيرة برضو بالنسبة للفيديوهات بتاعت اليوتيوب، الفيديوهات زي ما قلت الموضوع والاوبتمايزيشن او اللي هو الاوبتمايزيشن الاس اي او او اليوتيوب اوبتمايزيشن وكده، علشان الفيديوهات دي مش معموله كده، فالفيديوهات دي مش عليها مشاهدات. انما في المطلق او في المجمل الحمد لله في شغلي اصلا بجيب يعني بحقق نتائج كويسه قوي للفيديوهات بشكل عام. هتلاقيني بحط لك دلوقتي شويه سكرين شوتس كده من فيديوهات، من اناليتكس او احصائيات بتاعت فيديوهات. فيديوهات بتحقق ملايين المشاهدات عادي بقى، الحمد لله بتوفيق ربنا بعرف اعمل ده. بس زي ما قلت الفيديوهات دي هي تعليميه طويله، مش بس تعليميه وصغيره، ولكن تعليميه وطويله، وبجانب ما فيهاش اديتس، ما فيهاش حاجات اللي هي بتغذي عقلك المتعود على الدوبامين السريع وخلافه، فبالتالي مش عليها مشاهدات. ولكن بتوفيق ربنا الحمد لله بعرف اجيب مشاهدات، او يعني جزء من شغلي، فلو مش بعرف اعمله انا يعني فاهم مش هكون مستحق الشغل اللي انا بشتغله يعني. فالمهم اول عن اخر، اتمنى الفيديوهات دي تكون ساعدتك بشكل او باخر، ما توقفش على نفسك عندها. اهم نصيحه هقول لك عليها من وسط عشرات ومئات النصائح اللي قلت لك عليها، ان انت
يعني احنا جايين الدنيا دي علشان نعبد ربنا، فما تخليش الدنيا رقم واحد في حياتك، لان لو عبدت الدنيا هتستعبدك، لو عبدت الفلوس هتستعبدك، لو عبدت صحابك هيستعبدوك، لو عبدت الشغل هيستعبدك. ف يعني اعبد ربنا، ربنا هيجيب لك كل حاجه لحد عندك عادي، او حتى لو ما جابهاش عادي برضو، الدنيا دي مش بتاعتنا. مش هي دار المستقر، مش هي اللي احنا هنخلد فيها، ولكن احنا بس بنستعد وبنعمل اللي علينا في الشغل والحياه عشان نعرف نعبد ربنا بحريتنا اكتر. بس المهم يعني احنا بنستعد للحياه الاخره. اتمنى الفيديوهات دي ما اكونش رخمت عليك فيها، ومعلش لو اتكلمت باسلوب كده يعني مش اظرف حاجه برضو في اوقات معينه، بس بكون بتكلم بناء عن تجارب سابقه كتير اتكلمت فيها مع ناس كتير قوي، فشويه متعصب. فمش قصدي حاجه والله، انا لطيف في المطلق او في المجمل يعني لطيف، ولكن طبعا قادر على الوش الخشب الحديد، مش بس الخشب موجود باستمرار، بس يعني بشكل عام انا لطيف. المهم يعني، فمش عايزك تفهم الكلام بشكل او باخر في الفيديوهات اللي سابقه، يعني لو في كلمه كده قلتها او كلمه كده او حاجه يعني، او اتعصبت في الكلام شويه صغيره، فمش عايزك تفهم حاجه. المهم اتمنى والله والله العظيم، اتمنى ان انت تكون اتعلمت حاجه من الفيديوهات دي وعملت بيها. هو ده الشكر الوحيد اللي هتكون شكرته ليا بشكل عام. ويمكن لو انت عارف حد بعت له الفيديوهات يا عم، من غير ما اقول له ما يشتركش في القناه، حتى زي ما كنت بقول لك في الاول خالص، قول له ما يشتركش في القناه، بس لو هيستفيد منه بعت له الفيديوهات بشكل عام. حاجه اخيره، اتمنى ان انا والله للاسف كنت بحاول كتير والله ان الواحد يصفي نيته بشكل يعني على قد ما يقدر، ولكن للاسف اكيد ان هي فسدت في مره هنا ومره هناك. اتمنى والله ان انا ربنا يقبل اي حاجه من اللي عملتها دي كلها، لان ال 13 ساعه من المحتوى دول ضاع فيهم يعني ضعف ال 13 ساعه دي مرتين ثلاثه خمسه يعني. حقيقي والله في فيديوهات كتير جدا كنت بسجلها وبرجع اسجلها تاني، اللي هي الفيديوهات حتى للاسف، او بالذات الفيديوهات الطويله، بسجل الفيديو مره واثنين وثلاثه، بجانب طبعا المونتاج، بجانب ان انا علشان احط التايم ستامبس بتاعت الفيديو اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى تحت الفيديو دي في الديسكربشن، لازم اشوف الفيديو من تاني، ولازم بكتب بوست على الفيس. يا ربي موال الفيديو الواحد اللي هو بقى مثلا يعني ساعه، مش عارف ممكن بياخد له بتاع 3 4 5 ساعات حتى. فاتمنى، مش قصدي حاجه والله، بس اتمنى والله ان ربنا يكون تقبل الشيء ده، اتمنى ان ربنا يطهره من الشوائب ومن يعني الحاجات اللي مش كويسه ويتقبله. و سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. خلصنا الحمد لله لحد دلوقتي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دي مش اخر محتوى هعمله، مش اخر محتوى تعليمي، مش اخر محتوى هعمله على اليوتيوب بشكل عام. ان شاء الله في بروجكت جاي اتكلم عن احنا اتكلمنا عن الدنيا لحد دلوقتي والشغل والحياه والكلام ده كله، ان شاء الله نتكلم في بروجكت جاي غالبا على الشانل دي، على الشانل تانية مش عارف لسه، او ما قررتش لسه يعني، بس هنتكلم في بروجكت جاي ان شاء الله عن حاجه مهمه جدا، مشروع دعوي. آه، آه، يعني انصحك لو شفت الفيديوهات دي تطبق اللي فيها وتشترك وتخلي ليك نصيب من الحاجات اللي هتكلم عنها ان شاء الله. يعني اولا اخر هو ده اللي هيقعد لك في الاخر يعني بشكل عام، وهيقعد لي اتمنى طبعا. فخلصنا لحد كده، اشوفكم على خير. الرحله انتهت لحد دلوقتي الحمد لله. مبسوط شويه صغيره الصراحه ان انا عشان اللود او الضغط والمسؤوليه الكبيره دي راحت الحمد لله اخيرا، لان والله الموضوع كان بياخد من وقتي كتير جدا 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 جدا، وانا للاسف نفسي الضعيفه كنت بتمرقع بناء عليه، اللي هو فاهم انا عايز اعمل حاجات مهمه في حياتي مثلا او كده مثلا، بقول بس انا عايز اخلص من كذا الاول، فكان تبقى زي حجه قدامي بيني وبين نفسي. فالحمد لله حتى الحجه دي راحت الحمد لله لحد دلوقتي. معلش الفيديو غالبا طول، ان شاء الله نتقابل باذن الله في يعني محتوى تاني في اماكن تانية الله اعلم. سبحانك اللهم من تاني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.